اول انطباع هيجيلك اوتوماتيك ان احنا موجودين في بالي، في تايلاند، في المالديف، لكن الحقيقه احنا موجودين في اول واحلى واجمل جزيره في مصر. احنا النهارده في طويله ايلاند. وانا متاكد منه ان الاكسبيرينس اللي انت هتعيشها في مكان هنا صعب تلاقيها في مكان تاني، لا جوه مصر ولا بره مصر. اول ما بتوصل الفندق بتاخد الفيس تاول، تشرب الويلكم درينك بتاعك، واجراءات التشيك ان ما بتاخدش دقيقتين، وبعدها بتروح تتسكن على طول في غرفتك. احنا هنا في اول غرفه في الفندق وهي اسمها البيتش بانجلو. البيتش بانجلو دي اول نوع غرف ممكن تيجي تسكن فيه هنا. طبعا اول حاجه بتلاقيها السرير مع الفيو الخيالي ده اللي صعب قوي 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 تلاقيه في اي مكان تاني موجود في مصر. مساحه كده كبيره. ده القسم الكامل بتاع التويلت، متقسم لاكتر من جزء هنا. واهم حاجه هنا ان انت الجزء الخاص ده خاص بيك انت لوحدك، يعني محدش يقدر يجي ويعوم هنا، لا اعتبره بيتش الخاص بيك. بعد كده تقدر تشوف احلى واجمل شط رملي موجود مش في مصر بس متاكد ان هي على مستوى العالم كله. تاني نوع غرف مختلفه شويتين عن البيتش بانجلو، هما الغرفتين تقريبا زي بعض، كل حاجه فيها هنا زي التانيه بالظبط، حتى الحجم حتى كل حاجه زي بعض. لكن الاختلاف الوحيد ان بالنسبه للبانجلو دي ملهاش اكسس دايركت على البحر، الثانيه كان اوريدي ليها اكسس على البحر بشكل مباشر. ولكن المميز والمختلف هنا ان دي ليها برايفت سويمنج بول، يعني الناس اللي بتفضل حمام السباحه اكتر هي اوريدي هنا البانجلو دي هتتبسط فيها اكتر من الثانيه بكتير. الناس اللي بتحب البحر بشكل احسن لا يبقى تخليها في البيتش بانجلو، هيكون مناسب ليها بشكل افضل. وصلنا طبعا لاهم مكان عند اغلبيه الناس وهو المطعم. في نفس الوقت واهم حاجه زيه زي كل الاماكن الموجوده في الجزيره ان هو دايركت على البحر، وهنا انت تقدر تختار زي ما انت عايز، سواء انت عايز تاكل اوريدي او تقعد في المطعم اندور او اوت دور. لكن الاهم من المطعم والديكوريشن والكلام ده كله وهو التست والتنوع بتاع الاكل. هنا النظام بتاع الاكل طبعا هو اول انكلوسيف يعني شامل الفطار الغداء والعشاء والمشروبات والسناكس، ولكن عشان احنا لسه الفندق هو سوفت اوبننج فهو مفيش مواعيد قوي للفطار والغداء والعشاء، براحتك. يعني انت صحيت الصبح الساعه 10 11 وقت ما تصحى عايز الفطار هيجيلك تمام، سواء انت عايزه في الغرفه، عايز تنسقه معاهم اوريدي تاكله في المطعم براحتك، عايز اوريدي. وهكذا وجبه الغداء ملهاش وقت محدد، ولكن انت ليك اوريدي اكسس على كل الاكل من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 10 بالليل في اي وقت زي ما انت عايز. وصلنا دلوقتي للسبا، وده طبعا في ناس كتير جدا بتكون بما انها عايز تيجي تعمل ريلاكسيشن فيهمها جدا المساج الجاكوزي الحاجات دي كلها. تعالوا نشوف اوريدي السيت اب هنا عامل ازاي، والاكيد من غير اي حاجه كده ان هي كلها كده يعتبر في وسط البحر زي كل الجزيره. تعالوا نشوف اوريدي الدنيا شكلها عامل ازاي. بالنسبه طبعا للناس الهاني مونرز او اللي عايزين يقضوا عيد جواز، هم هنا الفندق بيقدم لهم باكج حلو قوي فيها احلى واجمل سيت اب لرومانتيك دينر في مصر كلها. المهم ان احنا بقى عندنا مكان في مصر نكون فخورين بيه، فخورين ان الكواليتي دي موجوده هنا، صناعه مصريه.
بسيرفيس مصريه نقدر نوديها العالم كله، مش بس المالديف، مش بس بالي، مش بس تايلاند. احنا هنا اول حاجه او اول تجربه نقدر نعملها حاجه شبه كده في جزيره طويله، ولكن في بروجكتس تانية قدام ان هيكون في اكتر من حاجه شبه كده نكون احنا فخورين بيها ونصدرها للعالم كلها، وتبقى اوريدي حاجه تخلي السياح اكتر واكتر يجوا لنا ويجوا يشوفوا الجمال اللي احنا عاملينه على ارض بلدنا.